لكن خلق الله الألم إشعارا للإنسان أنك مريض هنا وروح تعالج. لكن المرء ما يعرف أن الله تعالى يريد به خيرا في كل القضاء والقدر. فالصبر عند المصائب، وشيء مرتبة أعلى من الصبر اللي هي مرتبة الرضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي اعمل على الرضا وإلا ففي الصبر خير كثير. اعمل على الرضا، ارضى، وإذا ما تروح عاد ترضى اصبر. إن المرتبة الثالثة لا، المرتبة الثالثة غير محمودة. المرتبة اللي تحت هذه مرتبة الجزع، مرتبة الجزع. كما يحكى عن واحد كان مربي قعد وما كان يصلي، ثم تاب إلى الله وبدأ يصلي. تنعد كل ما يصلي صلاة موت شاه، كل ما يصلي صلاة ماتت قاعدة، كل ما صلى صلاة، وعنده قطيع كبير جدا يعني. فأراد الله امتحانه يبتليه، كل ما صلى صلاة ماتت شاه، كل ما صلى صلاة ماتت شاه، وفي الأخير بقيت وحده وهو جالس مهتم مغموم. فجلست تقحم سيارة جاية سيارة جاية، فقال ضيق منها، قال شوفي ولا سكت ولا سكتش بركعتين. عاد هو تعود انه كل ما صلى صلاة ما تتشاه. ايش أسألت. فهذا ابتلاء الله. الله تعالى ذكر القرآن الكريم قالوا من الناس من يعبد الله على حرف. ايش يعني على حرف؟ يعني هذا الطرف ذا هو يعبد الله على طرف. احنا حتى بالعمانية نقول على حرف، يعني على طرف او على جنب. فهو يعبد الله في طروف الامر يعني. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعني هو ما أنه متعمق في العبادة زين، هو داير في الطروف. إن والله لا فخير منها فالحمد لله، وإلا انقلب على وجهه خسر. قال هذه فائدة الطواعة. واحد كان يبيع لحم ويقول صلي، هو قصاب، يقول صلي يا ابن الحلال صلي. قال ترى أنا أصلي في الدكان. قال صلي في المسجد والله تعالى يبارك لك في أرزاقك وكذا. قال أخبرك بنصلي. فصلى اليوم الأول، في اليوم الثاني الصباح ما شاء الله الناس سايرة جاية على دكانة. قال ما شاء الله الصلاة فيها فائدة الحمد لله. وبقي على هذا الحال في اليوم الثاني الثالث الرابع، جاء حصل الدكان مكسور، اللحم مسروق، الفلوس رايحة. قال هذا الفائدة. قلنا لكم، يقول قلنا لكم أولنا رايح نصلي داخل الدكان وما حد كسرته. وشوف يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالله تعالى يمتحن يبتلي ويمتحن ليرقى العبد. فإذا صبر على المصائب والشدائد إيمانا بأن الله جل وعلا لا يقدر إلا خير.